باتت الجامعة صرحًا علميًا يستقطب أنظار الباحثين، ووجهة مشرقة في المحافل العلمية الإقليمية والدولية، نظرًا لما حققته من إنجازات مكنتها من تصدر التصانيف العالمية في مجالات مختلفة، في ظل إدارة مهنية، وما تحظى به الجامعة من علاقات متينة بينها وبين الجامعات العالمية، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بيئة تعد بمثابة أرض خصبة لمختلف النشاطات العلمية. الجامعة وخلال هذا العام كانت على موعد مع إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، إذ تمكنت من الحصول على مراكز متقدمة عالميا في تصنيف يو آي جرين متريك الإندونيسي لعام 2019، وبواقع متقدم جدا عن الأعوام السابقة. يذكر أن هذا التصنيف يعنى بمجالات استخدامات الطاقة المتجددة المبنية وفق معايير تتعلق بالبيئة ضمن الحرم الجامعي. عدد من المشاريع الذكية التي نفذت في الجامعة من قبل فريق مختص ضمت نصب محطات للطاقة الشمسية، ونصب مفاتيح ذكية، وزيادة في المساحات الخضراء في أماكن مختلفة من الجامعة، كانت السبب الرئيس في إحراز مراكز متقدمة بين الجامعات عالميا. ومن المؤمل زيادة مشاريع أخرى في المستقبل القريب. لقناة الجامعية الفضائية، ياسر الزبيدي، جامعة ديالا.